اليوم رجعت لكم بفيديو عن السلسلة المعروفة بقناة اللي هي أسرار المتابعين. مثل ما بتعرفوا المعروف الذي لا يعرف، هي السلسلة أكتر سلسلة بتحبوها بالقناة، وأصلا أكتر سلسلة جايبة مشاهدات بالقناة. فعلى طلبكم الكتير بكل فيديو بنزله إنه نزل جزء خامس، مدري جزء سادس، والله ما بعرف وين صرنا. المهم على طلبكم هذا الفيديو راح يكون أسرار المتابعين، فخلينا نبلش الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. SYP is back. رجعنا لكم يا جماعة الخير في فيديو جديد، فيديو عن اسرار المتابعين. حطيت لكم ستوري مثل العادة بالانستا وقلت لكم اكتبوا لي الاسرار تبعكم. فالاسرار بصراحة يعني في اشكال الوان، يعني في سر هيك سر هيك سر هيك، فهلا راح نقعد ندور فيهم ونشوف. بس قبل ما يبدا المقطع يا جماعة الخير، اللي مو حاط لايك يحط لايك، خلينا نوصل هذا الفيديو اكثر من 5000 لايك، واللي مو مشترك كمان بالقناة خليه يشترك بالقناة، خلينا نوصل لل 200,000 مشترك، وكمان اللي مو فعل زر الجرس يفعل زر الجرس مشان كل ما انشر فيديو يوصلكم اشعار جديد. واعذروني كمان يا جماعة خير، بعرف كل 4-5 ايام لحتى عم نزل فيديو، بس انه انا قلت لكم يعني هي الفتره اعذروني، بس ان شاء الله يعني بس هي الفتره يعني الى بعدين بحسن الوضع اكثر ان شاء الله. خلينا نبلش هلا باول رساله مكتوب: هربت من اهلي وسافرت لتركيا، ما عندي اهل بس بالاسم، صار لي سنه واشتغل في مصنع خياطه. هلا ما بعرف هي بنت ولا شاب، هو المفروض انا اكون اعرف يعني شايف الحساب، بس لانه عندي هلا بالجوال بيكونوا مقصوصين هنن، بس ما بعرف يعني بحس هي الكتابه اللي كاتبيتها هي او هو يعني بيكون في قصة من وراها. كاتبة كمان بين قوسين انه اهلي بالاسم، وكمان هربت من عند اهلها وراحت على تركيا. فما بعرف والله، يعني الله يعين العالم، يعني الله اعلم شو صار مع الشخص يعني لحتى واصل معه لهي المرحلة، ولحتى يسمي اهله انه هن بالاسم اهلي بس. فاذا اهلك او اهلك كانوا مو مناح وطلعت على تركيا بسبب هذا الشيء، فالله يوفقك بتركيا، يعني ان شاء الله تلاقي حياة احسن من اللي كنت عايشها انت. لانه الانسان لما يوصل لهي المرحلة انه يهرب من عند اهله واصلا ما يحب انه يسمي اهله مثلا اهلي بالاسم، فالله العليم هذا شو مارر بقصص. فان شاء الله يكتب له حياه تانية احسن من الحياه اللي كان عايشها. فنروح للشخص الثاني، كاتب: ما عندي سر بس اريدكم تترحموا على صالح الجعفراوي وصديقي، الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. بتمنى الكل يا جماعه الخير يدعي لصالح بالجنه، ويدعي كمان لصاحب هذا التعليق اللي رفيقه متوفي كمان، يدعي له كمان بالجنه والله يرحمهم ويغفر لهم، وان شاء الله كمان صالح بيكون من الشهداء ويعيش حياته فوق عند رب العالمين احسن من الحياه اللي كان عايشها تحت. واغلبكم كمان يا جماعه الخير صار يبعث لي انه ليش ما عملت فيديو عن صالح، ليش ما عملت فيديو، ليش ما نزلت فيديو عنه. يعني يا جماعه الخير والله العظيم يعني بشوف هاي القصه يعني ما بدها فيديو، وانا والله العظيم وان كانت نيتي مثلا ما غايه المشاهدات، يعني انا بشوف بصراحه ما لازم تنزل في هيك فيديو، يعني انه ما له داعي. ما بعرف، انا بشوف كل انسان عنده راي بهذا الشيء، ومثل ما قلت لكم كمان انا ما بدي انفهم من العالم انه انا عم نزل هذا الشيء مشان المشاهدات او مشان الترند طالع. بالاخر الزلمه توفى، يعني وهي القصه كل الدنيا صارت بتعرفها، يعني حرفيا ما في انسان ما نشر ستوري عن الزلمه. فاني نزل فيديو على اليوتيوب وقلت لكم والله العظيم بس مشان كمان العالم ما تفكر انه عم يستغل هذا الشيء، لانه انا يعني هاي التعليقات والله جنيتي انه انت استغليت هاي الشيء او هذا بدك مشاهدات نورا هذا الشيء. انا والله كثير بتضايق من هيك تعليقات، فالله يرحمه للزلمه يا رب العالمين. ويعني ما انا بصراحه ما بحب اني انزل على هيك شيء فيديو، مو لانه هذا الشيء ما بيستاهل او ما بيستاهل اصلا اني انزل عليه فيديو، بس قلت لكم شو السبب اللي انا بفكر فيه، فيمكن اي شخص ثاني يفكر شيء ثاني، فكل انسان هو ورايه وهو وتفكيره يعني. فنروح للشخص الثاني، كاتب: سري انه انا يراقب اخوي وهو يشاهد مقاطع غير لاقة، وعاد انت افهم شو لاقة، شو اخوك عم يتفرج على مقاطع لاقة؟ شو لاقة؟ ناقة يعني جمل؟ شو لاقة؟ لائقة قصدك يعني؟ لائقة لائقة ولا لاقة يعني؟ ما بعرف. بعدين اخوي شو كاتب فوق سري انه انا يراقب اخوي؟ شو هندي انت؟ معقول في هنود عم يتابعوني كمان؟ يعني عدلوا العربي تبعكم مشان الله يا زلمه. شو سري انا يراقب اخوي؟ ايش في صديق يعني؟ شوي العربي يا زلمه، ليش هيك عبلتوا العربي؟ واذا بدك كان يرد على التعليق تبعك يعني يا حبي ليش عم تراقب يعني؟ اوكي اللي عم يعمله اخوك انا ما عم بقول صح يعني، بس انت ليش عم تراقب؟ يعني هي العالم اللي بتراقب ليش وجعة الراس؟ يعني هلا افترض انا عم راقب شخص وشفت شيء يعني انا بدي موت خلص، هذا الشخص مثلا عم يعمل الشغله، طب انا مو طالع بايدي شيء، انا ما فيني اقول له كنت عم راقبك، وبنفس الوقت هذا الشيء ضل جواتي وضليت عم بتعذب وعم بتألم وشو بدي اعمل ومدري شو. لا خلص من البدايه يعني لا تراقب وريح حالك. فيا حبيبي لا تراقب اخوك، وان شاء الله اخوك يكون عم يتابعني ويشوف التعليق تبعك. اوكي هو ما راح يطلع اسمك يعني، بشوف التعليق تبعك ويروح يضربك مشان ثاني مره ما تراقب اخوك. فنروح للشخص الثاني، كاتب: خرا، يعني ما بدي احكي مشان ما تنحط علي، يعني هو الخرا مو انا. اخوي انا كاتب اعطيني سرك، مو اعطيني شو انت مين انت. شو التعليقات يعني؟ والله العظيم انتم غريبين قسما بالله، يعني وديتوا سلسله اسرار المتابعين كانت بشيء ثاني وصارت بشيء ثاني. شو هذا؟ هو خرا، ما بدي احكي الكذبه شباب نحط علي يعني. يا جماعه الخير اكتبوا تعليقات مثل العالم الله يرضى عليكم. طبعا جايه كتير تعليقات مثل الفيديوهات اللي قبل، بس انا ما بدي كمان كتير كرر نفس القصص، لانه كمان في كتير تعليقات عم تجيني مثل الفيديوهات القديمه انه عن قصص التحرش وعلى الاهالي وما اهالي. فيا جماعه
الخير يعني انا والله العظيم بعرف انه في كتير عالم تتمنى تحكي هذا الشيء، يعني مشان انا طلعهم بالفيديو، بس كمان هذا الشيء انا كتير حكي، فما بصير كمان ضل كرر بالموضوع. بس بنفس الوقت انا والله العظيم يعني قد ما بحاول اني ساعد ان كان بالفيديو، يعني اقل شيء فيني اعمله فعم حاول اني اعمله، لانه انا بعرف والله انتم ما بتشوفوا الرسائل عندي بالخاص كتير في عالم يعني بس بدها انه انا اعمل فيديو صار متابعين بس مشان تفضفض على الشغلات او على المشاكل اللي صايره معاها. فهذا الفيديو بعرف ما فيه كتير مشاكل، يعني فيه هلا مشاكل جايه لقدام، بس انه حبيت يكون هيك يعني فيه مزح وشوي مو مزح هذا. طيب يلا خلينا نكمل. فنروح للشخص اللي بعده، بيقول لا تبين حسابي، امي عم بتخون ابي وابي مسافر عم يشتغل برا مشان يامن لنا مستقبل احلى، تعبت ما بعرف شو اعمل مع انها حنونه. والله يا حبيبتي يعني ما بعرف والله، يعني والله ليك انا ما بدي اكون الشخص الذكوري، بس كتير بشوفها صعبه انه الام هي اللي تخون. يعني انا والله العظيم مو قصدي انه انا ذكوري والرجال مسموح لهم كل شيء، بس بحس هيك يعني شوي اهون انه الزلمه يخون. يعني انا والله العظيم ما بدي تفهموني انه انا ذكوري والانثى لازم ما تعمل شيء ومدري شو، بس كتير هيك كتير بشوفها صعبه انه الام، يعني الام هي اللي بتكون مثلا كتير حنونه على الاولاد، بتخاف كتير. اوكي الاب كمان يعني ما بدي اظلم الاب، بس لما يكون الام تعمل هذا الشيء والله بحسها كتير صعبه. يعني هاي البنت قسما بالله يعني كتير يعني ما يعني قد ما قلت لكم حاس فيها ما راح يكون نفس الاحساس اللي هي حاسيته، يعني عن جد شيء والله العظيم كتير صعب. والبنت كمان مبينه صغيره، كاتبين لك تحت كمان هي حنونه. فيعني والله العظيم هيك امهات قسما بالله ما بعرف، والله العظيم ما بدي احكي كلمه هلا بتضل الأمة يعني البنت، بس اتقوا الله والله العظيم اتقوا الله يا امهات. انا بعرف ما في امهات عم يتابع فيديوهاتي، بس الا ما في شي ولد يعني واصل الفيديو تبعي بالتلفزيون بالصالون يعني، فاتقوا الله يا اخي، اتقوا الله عنكم عيلة، اتقوا الله، عم تخربوا البيت انتم مشان تروحوا. اتقوا الله يا زلمه. يعني تخيل انت قاعده عم تعملي هذا الشيء وبنتك عرفانه بهذا الشيء، يعني انت هلا بنتك هلا مبينه البنت صغيره، هي البنت بس تكبر يا زلمه ولا راح تشوف امها كلها، قسما بالله طول عمرها راح تضل كرهانه امها. وشوفوا انه الاب عم يسافر مشان يشتغل، والام بالبيت قاعده عم تخون ابوها. يعني هي الام شو بدك واحد يحكي عليها؟ والله العظيم الله يصلح العالم. بس فروح للشخص اللي بعده، كاتب اخوي يلعب روبلوكس وعمره 15 سنه. حلو، كل ما يشوف سكيل روبلوكس الشيخ على حاله. مرة كان نايم وشاف سكن جد امي اسكت. شو؟ مرة كان نايم وشاف سكن جد امي اسكت مسكت العص. شو كاتب اخر شيء؟ مرة كان نايم وشاف سكن جد امي اسكت مسكت العص. انا عم بقرا عربي، يعني حاولت كمان افسر والله ما بيطلع معي تفسير، سو انا راح ارجع افكر بالموضوع شو كان مكتوب اخر شيء. مرة كان نايم وشاف سكن، اوكي يعني لبسه جد امي اسكت مسكت، لا مسكت كاتبك بعدها اسكت، معناته اسكت كلمة تانية. امي اسكت مسكة، لا اسكت مسكت العص. شو العص يعني؟ عصا يعني؟ والله العظيم ما بعرف، قسما بالله حيرتوني. بعدين شو اخوك يشوف سكن يعني؟ شو الجاذبيه؟ شو المنطق انه يشوف سكن ويشخ يعني؟ اخوك خربان الفورمات عنده جوا بالجسم والله العظيم. يعني بالعاده مثلا ولد انه يشوف سكن طلع له سكن مثلا ينجلط يفرح يبكي، بس يشخ يعني شو اخوك مضروب والله، اعداداته مضروبه هذا يعني والله العظيم. قسما بالله لا ما فهم ماشي بالتعليق والله العظيم ما بعرف شو التعليق. فنروح للشخص الثاني، كاتب انا كان لازمني مصاري تقريبا شي $1000، بس $1000 اخذتهم من بابا بدون ما يعرف، وبابا لحد هلا مفكر انسرق وما بيعرف انه اخذت شو، انه انا اخذتهم كيكو. شو كيكو يعني؟ انت هلا معك $1000، طب تواصلي معي انت مشان يعني انا صالحك انت وابوكي يعني، وشان حولي لي مصاري وانا بحولهم لابوكي، بعتي لي رقم ابوكي وانت ما بعرف والله البنت ما بعرف حسابها، ان شاء الله ما يروح من عندي. عكولين تواصلي معي وان شاء الله بنحل المشاكل بينك وبين اهلك، يعني مو محرزه مشان $1000 تتخانقوا، يعني بكره ابوكي بيعرف عليه الحلال بيتبرى منك $1000 هدول. فتواصلي انت معي يعني وحولي لي $1000 وانا ببعته لابوكي ولا يهمك، يعني ان شاء الله بعمل له قول له انه عامل خير بعت لك $1000 خلاص ولا يهمك، بعتي لي انت المصاري ولا يهمك، بيوصلوا عند ابوكي وابوكي بينسى الموضوع كله ان شاء الله. فنروح للشخص اللي بعده، كاتب مرة فتت على التليفون خالي وصرت فتش فيه وقل لي اكرام حط لي التليفون، وفجأة بشوفه عم يحكي مع بنات وكل وحدة وعدها بالزواج، والمشكلة انه متزوج. ولحد هلا مترددة وخايفة وما بعرف اذا احكي ولا لا.
ليش عم تفتشوا بجوالات العالم؟ يعني حتى مش وقت عم بحكي لهذاك الشخص، يعني شوف هلا مثلا انت شفتي خالك عم يخون مرته، حلو؟ هلا انت ما عم تعرف بدك تعملي وعايشه بحيره وشايفه خالك انه هو الشخص السيء، طب ليش تعيشي بهذا الشيء؟ انت ليش تفتشي من البدايه؟ قسما بالله العالم يعني لما تشوف شيء خلاص بتسكر عيونه انه مشان ما يضل هذا الشيء جواتها. من راقب الناس ما تهمن، ما بعرف اذا المقوله هيك يعني، بس انه هذا المعنى تبعها. يا اخي اتركوا العالم، مشان الله اتركوا العالم يا زلمه، ليش عم تراقبوا العالم؟ وانت يا خاله يا زلمه عم تخون بنات بالجوال، عم تعطي جوالك للعالم؟ طيب لبنات لبنت اختك عم تعطي جوالك، عم تخون، فهم عم تخون وهم ما عم تعرف تخبي. يعني والله العظيم هالعالم قسم انا والله من وراء السلسله تمسحت، انا والله العظيم تمسحت. صارت العالم تكتب لي قضايا ما احس بالقضايا، يعني ما احس انه الشخص متاثر فيها. عم بقرا التعليق ما بعرف يعني والله العظيم بالعالم اشكال الوان. يعني هيك شوفوا انا عم بقرا التعليق هلا بينت لكم قديش الخيانه سهله يعني، وهي قديش هلا البنت بتكون عايشه بهم انه خالها الخاين وعم يكون مرته ومدري شو. وشوفوا انا شلون قرات لكم التعليق، يعني هذا الشيء كثير متكرر والله العظيم. يعني واحد والله العظيم ما بعرف شو بده يحكي يا زلمه، خايف انا بكره كمان اتزوج مرتي تخونني. يعني انا ما بخون لانه ما عندي على حركات انا. وبس يا جماعه الخير هون انتهى الفيديو. يعني هذا الفيديو ما بعرف عجبكم ما عجبكم، قسما بالله ما عاد تفرق معي يا زلمه، ما عم بعرف شو بدي انزلكم يا اخي. اسف عم بحكي معكم بهالطريقه، بس خلص يعني طفح الكيل. يعني اسرار المتابعين هي نزلت لكم فيديو اسرار المتابعين، واحد كاتب لي انه هو خرب، مو يعني ما بدي اقرا التعليق. شو الاسرار المتابعين هي؟ يعني قسما بالله يعني والله العظيم الواحد ما بعرف شو بده يحكي. بشرف جاء على بالي هذا كتب هذا التعليق لانه عن جد هيك كثير ضايقني، يعني كثير حسيت انه هيك السلسله كثير بايخه والشخص عم يتمسخر. جاء على بالي هذا الشخص حط اسمه وكبر الصوره كمان بالشاشه، خلي اسمه يعبي الشاشه كلياتها. احترموا يا زلمه، احترموا الفيديوهات، احترموا انه عم بعمل لكم فيديو يا اخي. شو التعليقات هي؟ وذاك طالع له سكر روبلوكس شاخخ. لا اله الا الله. والله يا جماعه الخير انا عم بمزح يعني، بعرف زودتها بالحكي، واصلا نص التعليقات عم بقراهم كنت عم بتمسخر يعني. انا هذا الفيديو قلت لكم راح يكون هيك مزح فيه مزح. فاذا عجبكم هذا الفيديو بعرف ما عجبكم، المهم حطوا لايك، انتم خلينا نوصل الفيديو لاكثر من 5000 لايك، واللي مو مشترك كمان بالقناه يشترك، خلينا نوصل القناه لل 200,000 مشترك يا جماعه الخير. يعني خلاص طولنا، يعني وصلنا 100,000 بسرعه يعني الحمد لله، والف شكر وشكرا لكم. بس انه 200,000 طولنا يعني والله طولنا. انا بعرف العطل مني وانا ما عم بنشر، بس انه يعني انتم شدوا يعني ضروري انشر. خلاص ناشر كم فيديو، طلعوا عيدوا انتم. واللي مو فاعل زر الجرس يا جماعه الخير يفعل زر الجرس. خلينا نوصل، لا ما فيها زر الجرس، شو بدنا نوصل؟ المهم فعلوا زر الجرس خلاص. وحساباتي بتوصل الاجتماعي رح تلاقوها كمان كلياتها بالوصف. اي فكره تحبوا انه نشوفها، اي فيديو بتحبوا اني اعمل عليه رده فعل، ابعثوا لي اياها كان على الانستا وعلى التيك توك، او اذا عندكم افكار جديده او افكار غريبه او فيديوهات بدكم يعني نشوفها ابعثوا لي كمان اذا كان على الانستا وعلى التيك توك، وكمان بالتعليقات. يعني اذا في عندكم خلاص حفظتوا المقدمه، يعني كل فيديو بدي احكي لكم اياها يعني مقدمه ولا لا مو ما بتنحكى مؤخره، انه نهايه الفيديو يعني حفظتوا كل نهايه فيديو انتم. بس يا جماعه الخير دمتم ودام الوطن ويعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.